احنا النهاردة تاني حلقة في البودكاست. الحلقة الأولانية الحمد لله عدت على خير. كانت طويلة، اتكلمنا فيها عن حاجات كتير وعن حاجات احنا في المستقبل احنا هنتكلم فيها أكتر. احنا دلوقتي خلصنا الموسم بتاع راس المانيا، الأسبوع خلص الحمد لله. وكل نتيجة الحمد السنة لله. اللي فاتت كلها ضربت في وشنا وما طلعناش بحاجة مفيدة. راس المانيا كانت زي الطين زي ما احنا اتفقنا. نص- خلصنا وخلصنا الحمد لله. الحمد لله. فاحنا خلاص عملنا ريستارت، بدأنا من أول وجديد. كان عندنا طبعا مستنيين الرول اللي بعد راس المانيا وسماك داون اللي بعد راس المانيا، علشان طبعا احنا نعرف بقى ايه الناس، في اي سايننج جديدة ولا لا، في كولابس ولا لا، عايزين نعرف احنا ماشيين ازاي. ف تعالى في رو ان احنا رايحين خلاص باكلاش، وباكلاش 9/5 تقريبا. وهنبدأ الطريق بقى وان احنا نحضر لباكلاش. بس قبل بقى ما ندخل بقى في كلام رو وسماك داون واللي حصل والكلام ده كله، احنا اتفاجئنا بالريليز ليست. يعني المفاجآت بصراحة كانت كتير، بس كان اهمهم في الريليز ليست. انا عايز اخد رأيك برضو فيهم واحد واحد كده، احنا ماشيين ازاي. ماشي. كان اهم المفاجآت اللي فيها كان أليستر بلاك وزيلينا في. انا بصراحة مش عارف هو أليستر بلاك رجعوه في ايه ومشوه في ايه. فانت لو عندك معلومة او عندك تصور قول لي. طب هو انت يعني دول المفاجأتين بالنسبة لك في الليستة؟ لا لسه. لسه في مفاجآت تانية انا ده طب مش فاهمه. لا قول لي المفاجآت عموما وهنعلق عليها بعد كده. الوايت يعني او 6. انت ايه اللي اتفاجئت ان هو الوايت بتاع 6 ان ماشي. هم مشيوا كلهم على بعض، مع ان المفروض ان احنا لسه في قصة مع ام اف تي. ماشي. كايري سين ان هي مشيت، انا مش عارف هي مشيت ليه مع انها في قصة اصلا مع اسكا كانت لسه فيها لحد الرول اللي قبل لحد سماك داون اللي قبل راس المانيا. مش فاهم. مش فاهم في ايه. بعد كده بقى ايه في عندك كام واحد كده من انكس تي بصراحة ما كانش فيهم حد ذو أهمية يعني غير أندري تشيس، بتاع الجيمك بتاع تشيس يو اكاديمي والكلام ده كله. ما كنتش مقتنع بيها، ما كنتش بحبها. والتشيس يو اكاديمي دي ما اهتمتش بحد فيها غير سيا هيل. بصراحة البت دي عسل، انا كنت بحبها. وحتى في ناس من البرنامج بتاع ال اف جي نفسهم اللي هم ادولهم عقود وصعدوهم والكلام ده كله، وناس واخدينهم من ايفولف عشان يروحوا انكس تي، الناس دي كلها مشيت. انا مش مهتم بكل دول. ماشي. دي مواهب انت ضيعتها من ايدك. انا مش عارف انت مضيتهم ليه ومشيتهم ليه. ماشي. انما انا مشكلتي مع الناس اللي ليها اوريدي قصص، هي موجودة في قصص. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. ماشي تمام، خلينا نمسك كده. انت الستر انت قلت لي جه في ايه ومشي في ايه يا اسطى؟ ما اندرادي قبله جه في ايه ومشي في ايه؟ هو نفس اندرادي الفكرة. كانت قال ساعتها ان هو جه عشان شارلوت، ان هم كانوا متجوزين بقى وبتاع فرجع عشان شارلوت. هو جه في ايه ومشي في ايه؟ ما هو نفس الكلام، جه قعد سنة ومشي ما عملش حاجة ومشي. سانتوس ده برضو، مش سانتوس برضو من ضمن اه القائمة اللي اتسرحت؟ سانتوس من طب ضمن سانتوس، القائمة فعلا. سانتوس على فكرة لسه ماضي عقد من مفيش من كام شهر باين. ايوه، ما دي برضو سانتوس كان عايز طب انت يمشي. انت جبته في ايه ومضوه قالوا ومشيته له في ايه؟ اقعد وهنوديك تريبل اي مع اندرتيكر وانت اللي هتبقى واجهة البراند هناك وبتاع مش عارف ايه، مضى وكلام جميل ده والدنيا كان في جميلة. كلام بيقول لك ان هم كانوا عايزينه يبقى هو البطل قبل ما دوم يظهر في الحلقة اللي ظهر ده، وكسر لهم السبيكرز. قال له بس خلاص. ايوه حصل. اقعد انت يا عم سانتوس. انا كنت قريت الكلام ده ساعتها فعلا. يعني تفهم، يعني لولا ان دوم ظهر تقريبا كان يبقى سانتوس ده بطل التريبل اي دلوقتي، ايوه انت كان هو متخيل؟ هيبقى واجهة الاتحاد، وده اللي قعده على فكرة، يعني ده اللي خلاه طب يمضي العقد الجديد. ماشي، انت جبته في ايه مشيته في ايه؟ ما هو ده بيحصل دايما يعني. انت انا مش هو اقول لك يعني اكتر حاجه مفاجاه هو اليستر تقريبا. انت فاهم؟ اه. عشان هو فعلا الراجل بقاله سنه تقريبا او اقل من سنه ما لحقش، انما الباقيين بصراحه وكايري هم دول الاثنين المفاجآت. لان انا مش اه. فاهم برضو، انت هي بتتصاب كتير بس ما في ناس يا ابني بايته في الاصابات اصلا في الاتحاد. ابولو جروز ده بيظهر مره كل 9 سنين. الراجل ايوه ده ده حقيقي. ميت من الاصابات. اي. انت فاهم؟ طب يعني اشمعنى؟ ودي كانت واحده ايه، مش هقول لك مثلا مدفونه وما بتظهرش، ده كانت بتظهر تقريبا كل اسبوع. ايوه فرو في سماك داون الاثنين.
مش شرط انها بتلعب ماتشات او لعب، هي بتظهر كل اسبوع على التلفزيون، بتلاقيها كل اسبوع، انت فاهم. في العاده الناس اللي بتمشي دي اللي هي الناس اللي هي ملهاش لازمه او ما بتظهرش اصلا، مش لاقي لها حاجه بتاع، مش مهتمين بيها كده. انما هتقول لي الوايت وبتاع، انا مستغرب اصلا ان الوايت دول كملوا لحد دلوقتي بصراحه يعني. انا يعني عايز اقول لك السبب الوحيد ان الناس دي اصلا اتجمعت كده، والسبب الوحيد ان هم قعدوا الفتره دي هو عشان بس كابتن براي وايت كان ميت، فكنا ايه بنكرمه. لولا كده والله يا ابني الناس دي كانت مشيت من تاني اسبوع. على دي فكرة. تقريبا اسخف جروب انا شفته في حياتي، وتقليد رخيص وكل حاجه رخيصه يعني، انت فاهم. والمشكله يعني زي ما بقول لك، هو الناس بس ايه تلاقيها اتعاطفت معاهم شويه في الاول، او اللي هو ايه اديهم بس ريق في الاول شويه عشان ايه، عشان براي، انت فاهم. ده حقيقي. ذكرى براي ومش عارف ايه وبتاع وكده. بعد كده بان قوي ان الناس ديت صفر صفر في كل حاجه يعني. بس الناس دي يعني انت ما عندهاش اصلا بعد اي ما حاجه بنيتهم، خالص. يعني انت بعد ما بنيتهم بنيت لهم ام اف ابسط تي مثال كانوا قدامهم. موجودين في الرو وما عملوش بيهم اي حاجه، قاموا جايين ناقلين لهم سماك داون، نفس الكلام، انت فاهم. يعني ده يبين لك برضو ان الشركه شايفه ان الناس دي فعلا ملهاش لازمه. ما هو انا بتبقى موجود وقاعد في الرو مش عارف ايه وبتاع ومفيش يعني، انت فاهم، يا مش عارف يعمل معلم، بيهم حاجه يا يقول لك. معلم مش عارف ده. انت عندك، بص انا مش، انا فاهم برضو ان انت مش اكتر حد متابع بعدين للان اكس معلش تي يعني، وايفولف من والكلام الاخر ده يعني، كله، من الاخر ماشي. يعني، جروب ايه اللي هتبنيه حوالين بو دالاس ومستني ان هو ينجح؟ يعني بنعمل ايه يا اخوان؟ معلم انا مش في قصة. 2026 انتوا بتعملوا ما ايه؟ ما هو الفكرة ان انت بنيت قدامهم يعني انت بنيت قدامهم ام اف تي، تمام، على اساس ان الاتنين يقعدوا يدبوا في بعض، ما هو الام حلو. اف بي دي برضه المفروض يتسرحوا. كلهم. يا معلم بتاع ده هو جيسي لولا ان ماتيو كان هم ان المفروض ان هم هو ساموانز هيتسرح. وقرايب رومان م? وقرايب زاروك ما كانوا اتسرحوا كلهم، واولهم سولو ده هاي. يا اللي بقى له معلم 4 سنين مش عارف يظهر في جيسي ريس المنيا ماتيو. لحد دلوقتي. جيسي ماتيو اللي هم لسه جايبينه من اليابان اصلا، واللي هو كان شيب في اليونايتد امباير في اليابان، تمام، ما كان اسمه هيطلع في الليستة دي، بس عشان ايوه سموهم يا عم، برضو ده انا بقول والشغل لك ده الام ما اف ما بي دي لولا ان تسرحش. هم قرايب رومان وقرايب الحاج التاني بتاع هوليوود كان زمانهم بيتسربوا ومراخين مع الناس دي صدقني. هم قاعدين بيعملوها، هم انا مش كلهم فاهم. على بعض كده، عالم ملهاش اي تدين لازمه من الاخر يعني. هم تقريبا ايه، هيرجعوا يبنوا قصة تاني البلاد لاين 0.1 مع البلاد لاين 0.2 ونخش وور جيمز تاني والشغلة دي. وانت وانت عايزني اتفرج على الكلام ده؟ معلش يا اسطى بقى، قابلني يا اسطى، هقابلك ريس المنيا الجاي. لا انا بقول، هقابلك ريس المنيا الجاي. انت لو انت بتتكلم عن الشخصيات اللي ملهاش لازمة يا معلم، انت حرفيا في انكس تي، ماشي، في ناس فضلوا يبنوا فيها في انكس تي من ايام 2.0، تمام. يا عم بص، اكتر كاركتر مضايقاني في انكس تي وفي فولف والكلام ده كله واحده اسمها نيكيتا ليون، تمام. دي يا معلم كانت في انكس تي بوينت 2.0، رايحه في داهيه. عارف يا عم، بس مش البت دي بتتصاب كل اسبوع مرتين يا باين او معلم حاجه زي كده؟ اتصابت اصابه قعدت سنه، ماشي. رجعت رجعوها في انكس تي لقوها ضايعه اكتر مما كانت قبل الاصابه، قاموا جايين مودينها ايفولف، راحت ايفولف ضايعه، ضايعه خالص بقى، مفيش خالص، تمام. قاموا جايين منزلينها، حطوها في البرنامج بتاع ال اف جي اللي هو بيكتشفوا فيه المواهب، انت يا ابني فاهم. هي موجوده عشان تساعد الناس التانية كده، هي مش تساعد موجوده مين عشان هي يا موهبه. ابني؟ يا ابني تساعد مين يا ابني؟ ده هي مش عارفه تساعد نفسها. خلاص يا وخد، اسطى، وعلى لا فكره لا من ده قريب في كتير. البتاع، اقول لك ايه يعني، هو ده اللي مضايقك؟ يا عم لا، سيبك من انكس تي وما عادش بيتفرج على الحاجات دي. انا اللي من الاخر مضايقني في يعني. حاجه، انت دلوقتي الناس دي، انت دلوقتي ده احنا نسينا اكبر مفاجاه في الناس اللي مشيت، الموتور سيتي ماشينجنز. هي دي مفاجاه ازاي؟ هو فين اصلا قسم التاج تيم بتاعك؟ ما هو لما هو يبقى ويبا والكابتن ارتروس الابطال، انت مستني ما ايه؟ هو صباح انت الخير. مشيته يعني، انت ازاي عندك واحد من احسن 5 تاك تيمز موجودين في العالم دلوقتي، انت قررت ان انت ما تبنيلوش قصة، ما تعملوش اي حاجة، تقوم جاي واخده يلا اتكلوا على الله امشوا. يا ابني قسم التاج تيم ده ميت من ساعه ما بخا مسك ومن قبل ما بخا يمسك. انا عايز اقول لك انت لو جبت يونج باكس في الدبليو دبليو والله ما هيغير حاجه. هيخليهم الاتنين هو يلعبوا بعض، والله هو هيخلي قسم الاتنين يقلبوا التاج على بعض ويلعبوا بعض، هيقول لك اصل هو بنعمل قسم جيف ومات قسم تاني. التاج تيم ده
ميت. اه والمشكله ان هو عنده ناس وعنده فرص، بس انا ليه ابني الاسس تاني اللي هم اتنين من احسن التاج تيم اللي جم في تاريخ الشركه، لما ممكن اعمل قصه بلاد لاين 3.0 ولا 4.0 وياكلوا دماغنا ويصدعونا هم ورومان والقرف بتاعهم ده. ايوه، ونقعد انت سنة فاهم؟ بقى تاني في اه. القصة الحزينة دي تاني. ونقابل بعض تاني في ريس المنيا وسوبر كيكس يا معلم من هنا لبكره. أقول له انتوا بتعملوا ايه اصلا؟ حرفيا اه. يا عم تاج تيم مين بس؟ صلى على النبي، صلى على النبي يا عم ناصر، تاج تيم مين بس في الاتحاد ده؟ يا باشا اه، الجادجمنت دي كانت بتاخد الحزام بتقعد بالثلاث شهور ما حدش بيشوفهم اصلا. ف- واحنا مش ما لسه احنا بيدافعوش لسه اصلا، ما احنا لسه بيلعبوش لحد اصلا. دلوقتي في الليلة ما دي. حدش بيشوفهم اصلا. يا معلم احنا لسه لحد دلوقتي في الليلة دي. ماشي، خلصنا قصة فانت تاج الناس اللي تيم مين بس اتسرحت. يعني؟ خلصنا الناس اللي اتسرحت دلوقتي، احنا دلوقتي بدأنا خلاص. اه فانا ما بالنسبه لي ما فيش اي مفاجاه بصراحه غير هم اتنين تلاته بس عادي. انا مستغرب ان في ناس تانية ما اتسرحتش بصراحه، في ناس لان انا شايف كتير في احنا ناس تانية كتير مستغربينهم. المفروض تتسرح. ده حقيقي، في ناس كتير احنا اه مستغربين. ما لهمش اي لازمه. احنا وفي ناس دلوقتي لولا الحظ يعني الواد كايزر ده لولا الجيمك بتاع الجراند الجراند ده كان امريكانو زمانه اه، اتسرق. كان هيتسرح ده يا ابني لولا مع يعني بص، مع هو جوفاني، مع جوفانيفيتش اللي كان معاه في هو امبريوم. كان هو هيتسرح. المفروض يمسك ايد شات جيبل ويبوسها للنهار. ايوه. لان لولا شات جيبل اتصاب الواد ده كان زمانه متسرح بقاله سنه مثلا. يعني شات جيبل انقذ حياته. حرفيا تاني اه. انقذ حياته. ايوه. وفي الاخر شات جيبل مش هينول حاجه على فكره. خالص هيفضل واخد على هو دماغه. قصته مأساوية قوي شات جيبل. اه والله. واحد زي ده تخيل ما كسبش حزام فردي خالص. في الدبليو دبليو لحد دلوقتي، انت متخيل؟ يعني شات جيبل داخل على 40 او 40 سنه 40 تقريبا. سنة. اللي هو خلاص يعني مش هو لو كسب انتر كونتيننتال فيما تبقى من كاريره يبقى يبقى كتر كرامه خير يعني. الدنيا. والمشكله ان هو يعني كمصارع تكنيكال تقريبا احسن واحد في الاتحاد. ما يعني هو انت لو بقى هتتكلم النقطة عن اللي مصارعين احنا كنا بنتكلم التكنيكال هو فيها. احسن واحد في الاتحاد. بس هو المشكله برضو ايه الكاريزما ان اول ما مفيش. طلع الناس، اه الناس بتقارنه يا جماعه كيرت انجل ايه بالظبط. بس هنقارنه كيرت انجل ده تقريبا ممكن يكون اعظم مؤدي في تاريخ المصارعه اصلا. ده حقيقي. ده هنقارنه حقيقي. باي لا حد. يا معلم، انا بص، كيرت انجل كان متكامل في كل حاجة. كل حاجة كان هو كيرت متكامل فيه. كيرت كيرت يعني مش حتى وكيرت على المايك على فكره كان ايوه كلمه كان فشيخ جامد. قليله عليه. يا معلم كان جامد. كلمه فشيخ قليله عليه. لا كيرت هو وبعدين، المصارع المثالي. وبعدين ايه كيرت. كيرت مش كان بس مصارع كتكنيكال ما فيش حد زيه. يا ابني الجدع ده سريع، تمام سريع فشخ. ايوه. ويعمل لك اي حركه، وممكن يعمل لك حركات هاي فلايرز عادي، ويعمل ما فيش زي كيرت يا ابني. ويقول لك قصه في الماتش ولا اتخن تخين يعرف يقولها لك. حرفيا اه. وبعدين كيرت كمان الفكرة ان هو كل شركة راحها هو كان التوب جاي فيها. دبليو دبليو اي لا لحد ما مشي. ايوه انا هو وجه. تمام، راح اليابان هو وجه، راح تي ان ايه هو وجه. وبرضه يعني انا مع الناس اللي بتقول ان كارت انجل الفتره بتاعته في تي ان ايه هو ده البرايم بتاعه. وان ده احسن نسخه احسن بكتير من اللي احنا شفناه كمان في الدبليو دبليو اي. واللي هو احنا بنقول عليه في الدبليو دبليو اي كان متكامل. فانت تتخيل في تي ان ايه كان ايوه. بيعمل ايه. لا كيرت ما فيش زيه ولا هيجي زيه، فده انا اقارنه باي حد ده ظلم يعني. لا كان انا بقارنه بمين يعني؟ ده مع ان حقيقي. شاد كويس جدا بس ما يجيش حاجه الطقم التاني. هو تخيل بقى كيرت انجل بيلعب عاملين يقولوا ده ولا ماتش ليه خد 5 نجوم والناس لسه بتاخد برأي يا ميلزر عم ده. يا يا عم عم حرام فكك يا ميلزر عم. إيه؟ يا معلم ميلتزر الايرا بتاعت انا الان ما اكس تي اعرفش انا الناس دي بلاك اند جولد مغيبه ولا كلها ايه. فيها 4 ماتشات الخمس نجوم، فصباح الفل يعني انت يا عم بتتكلم في ايه. سيبك من الكلام ده. بقول لك كيرت انجل ما خدش ولا ماتش في حياته خمس ايوه. نجوم اللي هو انت عبيط في دماغك يا يا اسطى معلم هو ولا ما ايه؟ ده بيديش ده خمس تعبان في نجوم غير دماغه. لويل اوسبري بس، هو 5 نجوم لويل اوسبري. يا اسطى ماتش ويل سبراي ماتش كيني اوميجا 5 نجوم مستريح. ده حقيقي. لا ده الماتش هيقول لك، ده الماتش هيقول لك 6 نجوم وربع. ماشي. الماتش عدى نص ساعة دخلنا بالست نجوم. ايوه. وصلنا 40 دقيقة هنخش في ست نجوم يا ربع يا نص انت ايوه وحظك بقى. بالظبط. انت فاهم، بيقول لك الماتش الوحيد اللي في التاريخ القايم 6 نجوم ونص. هو الاسبري وكيني اوميجا فعلا. انت دماغه تعبانة اقسم بالله. انا ما اعرفش انا الناس لحد دلوقتي بتاخد رأي الجدع ده بجد ازاي. يعني مش فاهم بجد يعني مش ممكن يعني.
قال 6 نجوم ونص و6 نجوم وربع، يا عم ارحمنا. طيب تعبان في دماغه والله. خلينا بقى ايه، احنا دلوقتي في الرو خلاص عرفنا ان احنا رايحين باكلاش، فبدأنا بقى نحضر للماتشات بتاعت باكلاش. طبعا عندك الفقرة بتاعت كودي قصدي سين بانك لما طلع وقعد يقول لك انا موجود وانا مش موجود وبتاع ومش عارف ايه وانا هفضل مكمل، وكودي طلع له قال له يا باشا انا بطل، وكودي طالع متشوه طبعا بعد اللي راندي عملوا فيه، واني بليس اني تايم والكلام ده كله، إن الاتنين يعني رايحين ماتش مع بعض والهبل ده. بس انا مش شايف القصة دي رايحة في حتة يعني. ماشي، لان بعدها الاسبوع اللي بعدها الاتنين ما ظهروش. هو اصلا لو حصل ماتش مش هيحصل في اي عرض كده، هو ما اعتقدش ان هيحصل بينهم حاجه اصلا. اه يعني خالص انا مش شايف ان هما الاتنين ممكن طريقهم يتقابل السنة دي في اي لسبب حاجة. بسيط، ان كودي ما ينفعش يخسر لبانك من الاخر. هو هل بنك بانك بقى يقبل خلاص. ان هو يخسر لكودي؟ ما هو هيخسر لكودي ليه؟ ايه السبب؟ خصوصا بعد ما خسر لرومان، يعني من الاخر ايا كان العداوه الجايه لبانك ولا هيعملوا بانك، هو هيبقى عايز يكسب، انت فاهم. بالظبط. فحوار كودي ده مش هيحصل خالص، وحوار كودي ده حتى لو حصل هيبقى ماتش بقى كبير يحصل في سمر سلام، ريسل مانيا، سرفايفر سيريز كده، انت فاهم. ايوه لا حتى لا لا مش او هنوصل على بين راس الاقل المنيا او على السنة الاقل الجاية. خالص. اه او على الاقل خالص ما اعتقدش لا هيحصل في ريسل مانيا، صعب قوي لا انه لا. يحصل في ريسل مانيا. على الاقل خالص يبقى ايه في عرض من عروض السعوديه، لان هم بيهتموا بعروض السعوديه شويه. ممكن نايت اوف شامبيونز تعالى ان هو هيبقى في السعودية. انما غير كده مش هيحصل بقى. كده كده احنا عندنا قصه راندي وكودي ما خلصتش اصلا. خالص بقى لما يبقى هو ما اعتقدش كودي انها يرجع هتكمل قبل بالسلامة. سمر سلام. لما قبل سمر سلام. ايوه لما كودي يرجع بالسلامة بقى ان شاء الله لان كودي نبقى واضح نشوف انه لسه القصة قدامه دي. وقت. اه. كودي واضح انه لسه قدامه وقت. ولما راندي يرجع بقى وبتاع ويبنوا، اعتقد ان هم هيبنوا الماتش لسمر سلام وش يعني. ايوه هيبنوا، وعندهم لسه القصه عايزه تتبني من اول وجديد بقى بعد كل اللي حصل. اتردم اه عليه بقى، فلسه هيبنوها اصلا من اول وجديد. ما هو انت يعني مش هتعمل النهايه بتاع ريسل مانيا كده وما تكملش صباح العبط يعني. بالظبط. احنا بقى بعد كده عندنا رومان. اول ماتش طبعا بعد ما بلاد بقى لاين، فول تايمر. فكك من الموضوع ده. فول تايمر خلاص اعمل هيلاعب سكيب جيكوب. سكيب. لا 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 بص سكيب بص. لبلاد لاين، سكيب يا سكيب سكيب. معلم انا سكيب يا راجل، انا بلاد لاين الحته مين اللي في ضحكتني. 2026 انت؟ لا 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 انا يا الحته اللي عم سكيب على ضحكتني طول. في حاجه، ان رومان بيقول لجيكوب انت ما تستحقش انت ان انت تلعب على الحزام او ان انت تبقى موجود في الدبليو دبليو اي، مع ان اصلا يعني الوحيد فيهم اللي ما وصلش بواسطه ان هو يدخل الدبليو دبليو اي هو جيكوب. كلهم يا وسايط. عم هو جيكوب مين؟ انت هم كلهم داخلين كل وسايط. كلهم داخلين وسايط. وكو- جيكوب طلع عين اللي وكلهم خلفوه داخلين. في الانديز لحد ما وصل للدبليو دبليو اي. يا اسطى ما هو وصل ازاي برضه؟ عشان ابن عمهم ولا ابن خالتهم، هي العيله كلها كده اصلا. لا بس يا بس ابني ما كلهم بس داخلين جيكوب لا وسايط. بس جيكوب في الاندز اصلا اسمه كان مسمع فشخ قبل ما يجي يا الدبليو عم دبليو بغض بكتير. النظر، هو السبب ان هم خدوه مش عشان كان اسمه جامد في الاندز، هم خدوه عشان هو تعالى يا عم بلاد لاين، تعالى يا حبيبي. فاهمك، بس لا انا بصراحة انا شايف ان هو حتى هو اتاخد لما السبب جه الرئيسي ان حتى هو هو ان لما هو جه كان دخل جامد في على طول في الاندز. قصه البلاد لاين، هم كانوا عاملين يلموا ناس يحطوهم في البلاد لاين. ما هي انت القصه كانت كده اصلا. انت لسه في سواء هو الاندز، او في الاندز سولو لسه او عندك في مش او الناس ساموانز دي كلها. كتير. لسه كتير في ما هو الاندز. واحده واحده، واحده واحده عشان الناس ما تزهقش. عشان ما تزهق هنخلي الروستر كله ساموانز، العيلة اللي ما مش بس انت، بتخلصش. انت بص انت برضه عندك ليميت، لو زودت عنه الناس ايه يعني، انت ايوه صح. فاهمني. فهو ايه مش عايز يزود زياده عن اللزوم برضه، هو برضه ايه عنده ليميت ايه محتاج ان هو ايه، يعني واحد كل سنتين كده يعني، مثلا اه. عشان الناس ما تقفشناش قوي يعني. بعد كده عندك في الرو يا معلم اول كولاب ظهر، ايثان بيج. ده الواد ده يعني مين ايفنتر جاهز. بس لا هو مين بس يا اصلا رب. الناس اللي يا اتصعدت؟ مين الناس اللي اتصعدت يعني؟ اللي اتصعدت هم بص الناس اللي انا كنت قلت لك عليهم الحلقة اللي فاتت. الرجالة ايثان بيج وجو هنري وريك سينتس، دول الثلاثة اللي اتصعدوا من الرجالة. يا ساتر يا رب على المناصر، ايه يا ابني ده؟ هي دي المواهب الجديده، ناس لا داخله على 40 اللي سنه. فيهم اللي جاهز فيهم فعلا ويركب. يبقى يبقى بص هو ميز الجديد حرفيا، هو ميز باسلوب احسن بكتير، ك بيرفورمر احسن بكتير من ميز. هو ايثان بيج بنفس سكيلز ميز على المايك بالظبط. يا ابني بس هو ايثان بيج بيرفورمر ده احسن. اخره كمان سنه او سنتين يكسب الانتر كونتيننتال هو بس. هيكسب الانتر كونتيننتال وهيتحط في الميد كارد،
زي ميز بالظبط. وفي المين ايفنت، ولو بقى مين ايفنتر هيبقى بطل انتقالي زي ما كان بيحصل مع ميز في المرتين بتوعه بالظبط. ايوه الكلام ده هيحصل امتى؟ ما هو ده، ما هو خلي بالك ميز بدأ صغير، اللي ساعد ما هو ميز ان ميز هو كان بدأ، صغير. ما انا فاهم بس بتاع وبعدين ده. ميز قعد قد ايه اصلا عقبال ما وصل اللي هو وصل له؟ ميز قعد حوالي 5 سنين 6 سنين، كان ملطشه اللي يسوى اللي ما يسواش. ده في الاول، ولولا اه حوار لما كان زاروك الاول ما كان مذيع ما وبعد كانش. كده دخل وبقى وكان بياخد بيكسب تاك تيم والكلام ده كله. وغير كده لولا حوارات زاروك ما كانش ميز ده وصل، يعني اللي خلى ميز يبقى في المين ايفنت بتاع ريس المنيا عشان يبنوا القصه بتاعت روك وسينا. اي بس هو كان بقى، ما دور هو بقى ايسن بيج يا معلم يركب في حاجات زي دي هيبقى جامد جدا، هيبقى يا جامد عم هو جدا. انت ما انتش هتلاقي قصه زي دي هتتعمل دلوقتي اصلا هو يعني، فاكس هو اخرته السنتين الثلاثه الجايين هيبقى في الميد كارد، يكسب حزام هنا تاج تيم هنا، هوبا بص لي دخل في الأربعين يخش مع اخواتك بقى. بس هو بصراحة يعني خش موهبة مع كاملة. اخواتك بقى فين ده؟ لا، من الاخر يعني الجدع ده مش هيشم بطوله عالم، ده توقعي من الاخر. انا اتمنى ان انا الاشكال، انا شفنا اتمنى الاشكال ان دي انا كتير. اشوفه بطل انتقالي، اتمنى ان انا اشوفه بطل انتقالي. ولو كسب حاجه هيكسبها شهر ما ويودع هو من ده، الاخر. هو ده انا عايزه كده. ما اعتقدش ان هو هيعمل حتى الكلام ده، لان في ناس احسن منه تأدي الدور ده، او يعني هيلاقوا ناس تانية تبقى ابطال انتقالية غيره يعني. من الكولابس انت عندك جو هندري ده طلع علشان سينا وأورتن يا عم بيحبوه. ماشي. جو هندل ايه بس يعني ايام انا ما مش كان عارف في انا تي ايه ان انا الناس ما دي. كنتش بطيئه، جالنا انكس تي انا مش طايقه اكتر، دلوقتي بقى في المين ايفنت. وهو عمل ايه اصلا في تين؟ كسبوه الحزام في الاخر وبعدين تقريبا ما عملش حاجة والناس زهقت منه. لا هو يا معلم كان كسب الحزام، وهو يعني اتسجلت في التاريخ كده ان هو تي ان اي تشامبيون الوحيد اللي كان ليه ماتش في راس المنيا. بس هو ده ماشي. اهم انجازاته، 3 دقايق بالظبط. اللي اورتون عاكفه في ار كي او، يلا يا ابني حبيبي خد بعضك من هنا. بالظبط. وبعد كده يا معلم هما بقى في الشراكه بتاعت ان اكس تي وتي ان اي في بتاع ده في الدبليو دبليو اي اللي كانوا بص معجبين بيه وشايفينه موهبه جباره، كان هو سينا واورتن هما معجبين بيه بغباء. ماشي جو هندري فتمام. ده اركنه مضينا جنب معاه. الاياس والناس دي، فاهم اللي هو ايه؟ يا معلم انا جو مش هندري ده فاهم. اركنه برضو جنب الناس التانيين يا برضو. معلم كسب حزام الان اكس تي ليه؟ انا مش فاهم. وبعد كده خسروا لتوني دي. توني دي ده كارثه، ده المفروض يتسرح من بتاع 4 سنين، واللي قعد 5 سنين في انا انكس تي عايز عشان اسال يبقى دلوقتي، بطل انكس تي. لما لما كل الناس دي اتصعدت، هو مين اللي في انكس تي اصلا دلوقتي؟ ما لا معلم الان اكس تي دلوقتي بقى خالص بقى. فاضي صح؟ انت عارف ايه مفيش. اللي هيحصل؟ انت عارف ايه اللي هيحصل السنه الجايه؟ ايه. في حبه حلوين كده هيرجعوا انكس تي تاني، من ضمنهم الواد اللي اسمه شيفون. انا ما اعرفش شيفون ده اتصعد ازاي اصلا. ما افتكرش ان يعني بص لو في حد هيرجع جيفون مش هيرجع. هيرجع يا ابني، ده ما كسبش الفكره حزام اصلا في الانكس يا تي. معلم هي انت الفكره، متخيل؟ ما هو يعني الفكره الناس اللي ان طلعت دي كلها كسبت حاجه في الانكس تي صح؟ اه جيفون جيفون ما ده طالع كسبش ما حاجه، كسبش حاجه في الانكس ما تي. كسبش حاجه. ما هو هيرجع تاني صدقني. الفكره ان شون هيرجع مايكلز اصلا كان وهيكسبوك ده عايز يا يبني. عم. ده فين بالك كان دخل على 40 وكان رجع صباح هاي. الخير يعني. تمام انت ما اعرفش انت معارض هو لا مين لا دلوقتي في انكس تي موجود؟ هقول لك هم هقول لك هيحتاجوا ناس ترجع تمام، من الاخر يعني وقت هو ما الفيوز اكيد هتقل، اكيد وقت هيحتاجوا ما ناس حدش هيبقى ترجع. مهتم بانكس تي فهيخلوا ناس ترجع، من ضمنهم هيبقى مين؟ فوق. مش بقول ان هو هيرجع خالص لانكس تي، هو هيظهر في العرضين عادي زي ما كان دوما بيعمل. ايوه فاهم. ما كان بيظهر في الرو وكان بيظهر في سماك داون وكان بيظهر في انكس تي بس عادي. انا مش شايف ان ده هيحصل. هو الفكره ان شون مايكلز اصلا كان عايز يبني الانكس تي كله حوالين جيفون عشان عارف ان الكولابس هتفضي له الدنيا. فانت ما فيش عندي غير ما هو جيفون هو اللي هبني ما هو حواليه البراند انت كله. بتقول لي، انت اول بتقول لي واحد مش شايفه خدوه هينفع اصلا. ليه؟ هو انسب واحد يرجع. ما هو ليه الفكره بقى بقى؟ ان تريبل اولا اتش خده اولا هو بحاله اصغر واحد. قبل ما اولا هو يكمل. اصغر واحد. مم. اسمع بس، هو اصغر واحد منطقيا كده، بص عليها بمنطق كبزنس. ده اصغر واحد، لو حلو. حطيناه سنتين ثلاثه كمان في انكس تي مش هنتاثر، انت فاهم؟ اكيد هي انا الفكره فاهم. بكده. مش هرجع انا اللي عنده 37 سنه واللي عنده 22 سنه اخليه، يعني ده كلام بس مش، ده ما انا فيش منطق يعني. يعني بص هما دلوقتي التوجه في الجميل بقى في انكس تي قالوا لك ايه بقى؟ احنا دلوقتي الدنيا عندنا فضيت، مفيش حد. تمام. ديفيجن الرجاله مضروب بالجزمه، مفيش اي حد موجود. هنعمل ايه؟ هنروح نمضي مع ايفل بتاع نيو جابان. عارفه؟ مين ايفل ده؟ ولا اعرف الاشكال دي. احمد ربنا ان انت ما تعرفوش. الحمد احمد لله. ربنا ان انت ما تعرفوش. ده كله واسطته علشان يجي من نيو جابان ان هو يروح الدبليو دبليو اي، ان هو صاحب اي سكال بس. ده حرفيا كان
هناك في اليابان بيضربوه بالشبشب. ده رومان رينز بتاع اليابان، ده خد كمية دفعات في حياته علشان يخلوه واجهة الشركة بالعافية، انت فاهم، وهو شبشب، حرفيا شبشب. حظ حظ وحش ان هو ما عندوش بلاد لاين يا اسطى يلحقوه. ما فيش بقى. انت فاهم. فايه، الانكس تي راح في داهية. عندك التالت بتاعهم، التالت اللي اتصعد ريكي سينس عشان صاحب كودي رودز، ماشي. وعلشان ايه هيخش يا معلم الميد كارد في سماك داون، هم شايفينه ان هو مش استاكد كفايه، مفيهوش ناس كفايه، فاحنا ايه عايزين واحد كمان نحطه في الميد كارد. ايوه بقى موهبه جديده في الثلاثينات برضه يا كابتن، ايوه، يلا الفكره حطه ان جنب ريكي اخواته. ريكي اقل واحد اتطور من ساعه ما ساب اي دبليو وراح الدبليو دبليو، اقل واحد اتطور. ايثان انفجر، ايثان بيج انفجر حرفيا هو في انكس هو تي. اصلا ان حد يتطور دلوقتي في الدبليو دبليو موضوع صعب انا بقول لك انا لاسباب كتير، مستغرب، لاسباب كتير. ايثان العكس تمام، 180 درجه، ايثان بيج لا انفجر لا، حرفيا. لاسباب كتير. ودلوقتي بعد ما تصعدوا بقى بيني لو حد من الناس دي اتطور لاسباب كتير قوي. يعني ان في اي موهبه انها تتطور في الدبليو دبليو اي فده شبه استحاله. الناس هتلاقي زي ما هي، يا اما بتبقى اسوء. هات لي كده واحد في الدبليو دبليو اي في المين روست في اخر 5 سنين ولا 4 سنين اتطور. غير دوم طبعا، عشان دوم ده حاله يا استثنائيه عم جدا. بس بقى، بس بقى يا عم تمام. بس بقى. ده الاستثناء الوحيد. هتلاقيهم كلهم شبه بعض. ما فيش خالص، اصل هيتطور ازاي يا ابني؟ واولا يعني الماتشات حتى اللي كانوا بيعملوها اللي هي بيتقال عليها الهاوس شوز دي، بقت خلاص بقتش تتعمل، بقت قليله قوي. كان الاول الدبليو دبليو اي بتعمل الهاوس شوز ديت طول تقريبا الاسبوع، كل اسبوعين. طول اه كل الاسبوع يا اسبوعين. معلم، انت كل يوم في مدينه شكل. وراندي طلع يقول لك ايه، الماتشات دي هي اللي طورتنا وطورتني انا كمصارع. ليه بقى؟ انا يا باشا مثلا هدخل في عداوه مثلا مع درو ماكنتاير، تمام. حلو. قبل ما ادخل العداوه ديت على التلفزيون، بيران ماتشات ما بينه وبين درو في الهاوس شوز ديت لمده اسبوعين اتنين، مم. بحيث يوم ما يدخل بقى ويلعبوا بعض بقى قدام التلفزيون وبتاع، حافظوا بعض خلاص. يا باشا احنا لعبنا بدل الماتش 10، وانا عارفك ستايلك ماشي ازاي، وانت عارفني ستايلك ماشي ازاي، وعملنا كذا وعملنا كذا وجربنا كذا وجربنا كذا، مم. وخلاص هنعرف نتعامل مع بعض، انت فاهم. هي دي كانت انما دلوقتي بالظبط، كانت فاكر الكلام فاكر ده مش كودي اول موجود. ما جه، فاكر كودي اول ما رجع في اخر ايام فينس. كودي لما رجع ودخل في العداوه بتاعت سيس رولينز، تمام، كانت قال ساعتها ان هم لعبوا الماتش ده حوالي حاجه وعشرين مره، هاوس شوز، كلها هاوس شوز، وانت ما شفتش على التلفزيون منهم غير ايوه ثلاثه. ايوه يا باشا، ما انا بقول لك هي كده، هي بقى كانت كده، وهي بقى سيبك من ان هو بقى ايه الاتنين دول يقعدوا يقابلوا بعض كتير فيحفظوا بعض ويعملوا ماتش حلو بتاع غير كده. هو المصارع بيتطور ازاي؟ قول لي، ما تقوليش تدريباته بتاع، لان مهما كان هيتدرب التدريب حاجه، والتطبيق بقى على الحلبة حاجه تانية خالص، صح؟ ايوه بالظبط. انت تروح تتدرب في الجيم وتعمل اللي بتعمله، اما كنتش هتطبق الكلام ده في الحلبة مالوش اي تأتي لازمة. فاللي هيخليك تكتسب خبرة او هيخليك تتحسن كمؤدي على الحلبة هي الماتشات. كتر الماتشات هيخليك تتطور. اقل حاجة خالص الحركات الاساسية بتاعتك هتفضل حافظها. هتعملها، هتفضل حافظها وهتعملها يعني توب احسن حاجة. اقل ايوه. حاجة خالص. يعني حتى لو من ناحية تانية انت مش هتتطور، على الاساسيات بتاعتك الاربع خمس حركات بتوعك زي سينا كده، الفايف موز اوف دوم بتوعك هتظبطهم. ايوه بالظبط. هتظبطهم في كل مرة، الحركات الاساسية هتظبطها، ده اقل حاجة خالص. دلوقتي الكلام ده مش موجود، الهاوس شوز مش موجودة، وغير كده الماتشات حرفيا 10 دقايق. هتتعلم انت ايه في 10 دقايق؟ ولا بالظبط، هتعمل انت ايه انت في 10 الوقت دقايق؟ بتاعك اصلا، انت الوقت بتاعك اصلا اون سكرين، الموضوع بقى بقى قليل قوي. يعني انا لسه قاري حوار اصلا، يعني بعد الريليز وغير ليست دي ما كده طلعت. كل فين وفين عما بتلاقي حد بيصارع. ايوه انا الاخت بقول ليف لك مورجان دي اللي خلوها تكسب الحزام ده قبل في ريسل مانيا، كانت لعبت ماتشين حرفيا قبل ريسل مانيا، اه ماتشين في 4 شهور. انا بقول لك كنت لسه بتاع ده، كنت لسه بقرا تصريح بتاع ده، بابا راي دادلي كان طالع، كانوا بيسألوه على الناس اللي مشيت وبتاع، فبيقول لهم هم اللي غلطانين، انت ما عندكش غير 5 دقايق، يا تثبت نفسك في 5 دقايق، يا اما تروح ايه تشوف لك مكان تاني. طب ما هو في 5 دقايق هيعمل ايه؟ يعني هو انا مطلوب مش مني ان انا في مش 5 دقايق مش اخطفك مشكلتهم واخطف بقى، مش الجمهور مشكلتهم. والناس اللي بتتفرج عليها في التلفزيون، وانا ماشي على سكريبت انت اللي كاتبه لي ازاي؟ يعني مش انا هعملها مشكلتهم لا. ازاي؟
والهاوس شوز دلوقتي بقت مقتصرة تقريبا على انكس تي. ولو هم هيعملوا تور بقى اللي هو ايه الحاجات لما بيطلعوا اوروبا، لما بيروحوا بورتوريكو المكسيك الكلام ده كله بيعملوا ايه؟ اه للمين روستر بيعملوا لهم شوية هاوس شوز. انما هم اللي لسه محافظين على الهاوس شوز لحد دلوقتي هم بتوع انكس تي. ولما حد من المين روستر بقى اللي هو ما زي هو الستريت ما هو بروفيتس حتى كده، احنا قاعدين بقى المين لنا كتير، روسترز، الهاوس شوز ننزل بتوع المين روسترز نلعب لنا دولت شوية هم تحت. بيبقوا 3 4 طول السنة تقريبا، جولة في أوروبا وما اعرفش جولة فين كده وجولة فين، ولما راحوا نهارتين اليابان 3 السنة اللي فاتت في واتعشوا. كل جولة. وتعشوا بقى وبتبقى ماتشات ايه يعني، ما بيرنوهاش بقى طول الاسبوع، هي بيبقى يوم يومين في الاسبوع وخلص. اه اه. وبقى ماتشات بقى ايه، ميكس تاج تيم وماتشات تاج تيم وخمسة ضد واحد وحاجات عجيبة كده. ايوه يا ابني، هي فمش هتفيد في الهاوس حاجة شوز ما يعني. بقتش زي زمان، هم ما عندهمش فعلا مساحه ان لا هم يتطوروا. وفي انكس تي لا فعلا ما فيش الموضوع بقى اسوأ، الموضوع مسائل اسوأ. ده انا بقول لك يا ابني. كده. انا لسه قايل هو برون بريكر ده من ساعة ما صعد عمل ايه؟ مفيش. مفيش ماتشات اللي هي تقول عليها ده ماتش كلاسيك خالص. هو لحد دلوقتي احسن ماتشات ليه هتلاقي الماتشات كلها في انكس تي. صح. ماتشاته مع في انكس تي مع كارميلو ماتشاته مع بس كارميلو في ليه انكس بقى؟ تي. يعني بص، هنقدر نقول ان اول ماتش كلاسيك هياخده. وانت هل انت هياخده دلوقتي الماتش تقدر تقول عليه الجاي. انه اتطور؟ بالعكس انت تحس ان هو بقى اسوأ، صح؟ اه. الراجل عمل بوتين، عمل 2 سبيرز، انا ما شفتش اوسخ من كده بصراحه في ريسل بتاع مانيا. راس المنيا واحد في وبتاع رجله الرو والتاني في جنبه. ايوه يعني بص، حتى السبير الحركه الوحيده اللي هو المفروض دي، هو اصلا يعني هو كله سبير، يعني هو ما عندوش غير كده اصلا، ده الحاجه الوحيده اللي عنده. ما بالظبط. مش عارف يعملها عادل حتى. انت طب اللي هو احنا بنعمل ايه؟ ما هو المواهب مش بتتطور، المواهب يا بتسوق يا بتتنيها زي ما هي. ايوه، بس هو ده انا هو ده شايف اللي بيحصل. فعلا يعني. دلوقتي يعني انت مستقبلك كشركه، انت باني الانكس تي ده علشان هو يطلع لك ناس. تمام. انت حرفيا الناس اللي انت مصعدها دي كلها دي كانت سايننجز اصلا، انت جايبها من بره حطيتها في انكس تي سنه. تمام. علشان تاخد على اسلوب الدبليو دبليو وانت جاي مصعدهم، انما انت نفسك مش عارف تبني حد. ودلوقتي حرفيا الانكس تي لا خلاص بقى، زمن خلاص. زمن. الانكس تي وغير دلوقتي كده انت في وغير مرحله كده اسوأ من كمان. 2.0. انت دلوقتي دلوقتي حالا انت في مرحله اسوأ من 2.0. ال 2.0 كانت زباله ويتردم عليها، انت دلوقتي في مرحله اسوأ. انت عندك قسم بقى الستات بقى كلهم. انا كنت بقول لك انا عايزهم يصعدوا جيسي جين وبليك مونرو. تمام. خدوا الفيتال انفلونس كلهم بقى اللي هم جيسي جيم بالاثنين اللي معاه اللي هم اللي كانوا الفاكشن الوحيد اللي موجود في قسم السيدات بتاع الانكس تي، خدوهم كلهم. اللي هو طب ما الاثنين اللي مع جيسي جين دول لسه ما انت محتاج تطور. لا، انا هاخد الثلاثه. بس جيسي بصراحه انا ساعتها قلت لك دي تتحط على صاروخ في سماك داون وهي هترشي. وهي فعلا في سماك داون وقفت قدام ريا ريبلي، والجمهور استقبلها. وعلشان هم عارفينها وعارفين هي برفورمر عامله ازاي وكاريزما عامله ازاي وتقدر تعمل ايه على المايك، استقبلوها صح. هي والفيتال انفلونس دول راكبين. ماشي زي بليك مونرو كده. بليك مونرو هي طالعه راكبه، هي جايه اصلا من بره جاهزه. الغلطه ان هم قعدوها سنه في انكس تي اللي طلعوها بدري. وكان فعلا دي بقى كنت لازم تفضل سايبها في انكس تي علشان تبني عليها الديفيجن. كانت جوردن جريس اللي انت جايبها من تي ان ايه، او هي كانت واجهه تي ان ايه وهي اللي شايله الاتحاد بتاع تي ان ايه، وانت جاي واخدها رميها لي جوبر في سماك داون. ما كسبناش بيها حاجه. تبص بقى على قسم السيادات بتاع انكس تي كلهم رايحين في نصيب. خلاص. ما فيهمش حد اصلا تقول ان هو يتصعد في السنتين الجايين. لا ما خلاص بقى، انسى موضوع بعد ما صعدوا الناس دي كلها، انسى موضوع التصعيدات ده سنتين كده على الاقل. ما في، هو ما عندكش اصلا حد يتصعد، ما عندكش. هتصعد مين اصلا؟ انت انا ما متخيل؟ اعرفش هم صعدوا ازاي. بص هم صعدوا ناس كتير قوي السنه دي. يعني قبل ريسل مانيا انت صعدت جيفون واوبا وكابتن تريك، ده صح؟ اه. صعدت 3، وبعد ريسل مانيا صعدت 3 تانيين. ايوه. ونفس الموضوع على النسوان، انا ما اعرفش هم صعدوا مين. انا مش ما انا متابع بقول قوي لك صراحه. هم صعدوا الفيتال انفلونس. وقبلهم قبل راس المنيا طلعوا جوردن جريس. ودلوقتي صعدوا سول روكا صعدوها. ماشي بتاع ده لعبت ماتش مع ليف مورجان تقريبا في الرو. وعندك الفيتال انفلونس جيسي جين والثلاثه والاثنين اللي معاها طلعوا. وفاضل بليك مونرو هي وريك سينس هيطلعوا الاسبوع الجاي.
بس خلاص، فاضلش حد تاني. ده يعني صعدوا اتنين في سماك ده، تلاتة بقى في سماك داون، اه اه. وواحدة او اتنين في الرو. هو طبعا سماك داون القسم بتاع النسوان ضايع فيهم، فعشان كده هتلاقيهم هم راميين شوية في سماك داون. ايوه، ما هو علشان انت عندك ريا ريبلي هناك ما فيش حد قدامها. انا بقول لك هو القسم اه ضايع هناك، بيانكا مش موجودة. وكده كده يعني حتى قبل ما بيانكا تبقى مش موجودة، والسماك داون القسم النسوان عندهم رايح في داهية مقارنة بالرو. الرو فيها شوية أسامي، اه سماك بالظبط. داون مفيش خالص. يعني سول فمنطقي إن راكبه في هو الرو، سول راكبه في الرو كويس، ما عنديش مشكله معاه. انما في سماك داون فعلا انت ما عندك، كانش عندك حد. انت عمال تلف وتدور مع ماشي. يعني جيد. هم صعدوا حوالي أربعة هنا وواحدة هنا، صح؟ يعني ما بين هي الرجالة سول والستات أربعة خمسة في سماك وستة. داون، أربعة في سماك داون، وسول راحت الرو. تمام، يعني خمسة وستة، يعني صعدت 11 اسم. كتير كتير قوي. أيوه. كتير, كتير الناس دي أصلا. يعني هو أصلا الروستر كبير، أنت فاهم؟ ما هو بالظبط، أنت هتجيب لهم فأنت قصص منين؟ أنت أصلا الموجود هتجيب عندك الناس دي أوريدي، منين؟ أنت مش عارف تكتب له قصص. فأنت يعني أنت في ناس مصعد زي دول ري هتعمل فينيكس بيهم إيه؟ والناس دي اتدفنت اصلا. ده اللي هو انت مش عارف، يعني واحد زي ري فينيكس ده لولا ان هو اخو بنتا وهم ناويين ان هم يرنوهم كتاج تيم. سيبك من الدبليو دبليو، هم هيرنوهم كتاج تيم حتى في أيوه، التريبل اي. أندرتيكر هياخدهم اه، الاتنين في تريبل إيه. لولا هيبني عليهم كده تريبل إيه. كان هو. لولا كده كان هو اتسرح مع الاسامي اللي اتسرحت اه دي اه، على ده فكره. حقيقي، كان هو اللي هيطلب ان هو يمشي. والله كنت هتلاقيه فانا هو اللي عايز هيقول اقول لك انا لك عايز امشي. في ناس كتير قوي موجوده ملهاش مكان، وانت قمت جاي مصعد لي 11 نفر كمان، يعني خشتوا معاهم بقى. فالدنيا زحمه، والدنيا زحمه قوي، في ناس محتاجه تمشي. وشوف لك حل بقى، شوف لك حل في الموضوع ده. لا ترجع ناس بقى انكس تي عشان تعمل شغل. هتجيب قصص للناس دي منين؟ ومفيش حزمه بقى للناس دي، يعني لا لا القصص لا، اللي ما في. بتتعمل هي بتبقى قصه على الحذاء، صح؟ اه، الناس دي ما بقى عداوات الميد كارد دي اتلغت، ما بقتش موجوده. ما الحمد دي لله. اسوأ، دي من الحاجات السيئة ان عداوات الميد كارد حتى بخ اتلغت. جه من بخ ح... جه قال لك انا ما عندوش انا عداوات ميد كارد، انا ما بعرفش اعمل عداوات مين ايفنت، عايز نعمل عداوات ميد كارد ما بالظبط. فيش الكلام ده. اه والله. ده يا ابني، ده الله يرحم ايام زمان كانت بتبقى افشخ عداوات هي عداوات الميد كارد اصلا. بالظبط، انت ما بقاش عندك اصلا اي يا عداوة في باشا، الميد سنه كارد مش موجود. والحزام سنه ما 2005. بيتغيرش، الحزام ما سنه 2000. بيتغيرش. بغض النظر عن الحذاء، انا مش عايز عداوه عن الحذاء، انا عايز عداوه. عداوه ما بين اتنين كده في الميد كارد يقطعوا بعض، انا مش لا حزام ولا نيل. ما يا باشا، فيش. سنه 2005 اللي هي تعتبر اعظم سنه في المصارعه من حيث العداوات بالذات. انت كان عندك مثلا بتاع خمس ست عداوات، اي عداوه منهم تقول عليها عداوه السنه مستريح. ده ما فيش حقيقي. ثلاثه واربعه منهم ما كانوش لا على حزمه ولا اي حاجه. وعداوات متقار، يعني عداوه زي ايدي وري مثلا، لا كانت على حزام، كانت على دوم. كانت على دوم. وعداوه ما بين اتنين ما هماش في المين ايفنت، يعني عداوه ميد كارد. عداوه ايدج وليتا اللي هي كانت على ليتا، قصدي ايدج ومات ايدج هاردي. ومات هاردي، ايوه. اه، اللي هي كانت على ليتا على برضه، ليتا. انت فاهم؟ عداوه ميد كارد، اتنين بايتين في الميد كارد اصلا. انت فاهم؟ حتى عداوه كيرت وشون ما حدش يمكن في المين ايفنت، لا، يعني ما او كانوش او ساعتها في في المين وقتها فين. كانوا بعاد عن الحذاء. اه، عداوة تراندي واندرتيكر لا على حزام ولا نيلة، هو عداوة قعدت طول السنة، اللي هو لحد راس مش المانيا. طايقين بعض وخلاص. ايوه، انت فضلت اه قاعد، انت عايش السنه كلها بيها لحد راس المانيا. يا ابني، هي بدأت قبل ريسل مانيا وخلصت في ديسمبر في ارماجيدن في الماتش بتاعهم هيلا السيل. سنة ايوه. كاملة في العداوة دي. فادي اربع خمس عداوات، مفيش ولا حزام ولا نيلة ولا بتاع، وكلهم عداوات فشيخة. يعني امسك اي عداوة من ديت، لا انت لو قلت لي دي عداوة السنة مش هختلف معاك عادي. فاهم؟ ايوه. عايز تقول على دي عداوة السنة موافق، عايز تقول كلها عداوات حلوة. تمام. فين الكلام ده دلوقتي؟ مفيش يابا. مفيش. هو العداوات بتاع الميد كارد دلوقتي ايه؟ انا عايز الحزام ده يا باشا بس. طب ما هو انتوا 50 واحد، يعني مش كلكم هتروحوا على الحزام، هو حزام واحد يتيم يعني. ما طب هو والباقي ده انت يعمل ايه؟ الباقي ده ملوش يا لازمه. معلم، اركنه بقى. انت دلوقتي فضيت المكان اللي انت بتعمل منه كولابس اصلا، اللي هو ان اكس تي، انت فضيته. انت وصلت لمرحله ان اللي شايل حزام الرجاله اللي هو توني دي، اصلا قعد 5 سنين علشان يوصل ان هو يقدر يشيل الحزام بتاع انكس تي، وهو اصلا يعني لور ميد كارد في المين ايفنت اصلا. يعني في المين ايفنت سين اصلا هو لور ميد كارد. تمام. وحزام ما خلاص بقى، بعد الستات، الناس اللي صعدت ده، انت ارمي انكس تي دي بقى ورا يا ظهرك بقى، معلم ما ان يعني اكس تي ملهاش حرفيا، لازمه كده.
NXT ما فيهاش غير واحدة تتابعها تتفرج عليها، علشان دي المستقبل. تمام. ودي يعني انا كنت قريت كذا تقرير اصلا ان يعني بول هيمن عايزها هي تبقى اول بول هيمن جيرل في التاريخ. تمام. بس ما افتكرش ان هم هيعملوا كده. كندل جراي دي الوحيدة اللي فاضلة، دي الوحيدة اللي تخطف عينك، دي بجد بجد فشيخ. غير كده عندك لولا فايس، ما شالت الحزام ما تفهمش ليه. ماشي. ما عندك زاريا على الله، المفروض انها باور هاوس وبتاع مش عارف ايه، وهي عامله بوتش في سور روكا اصلا في الاسبوع في اخر ماتش العداوه بتاعتهم. بوتش يعني كانت هتموتها. رمت البت مش على الترابيزه، لا رمتها بدماغها على الارض. انت فاهم، من مكان عالي. عندك ميل تاني، جيد باركر بتطلع ترقصها بفخدها، حاجه ملعونه بجد. حاجه ما كلايني جوردن هي هاي فلاير بس كاريزما زيرو، على المايك رايحه في داهيه. ماشي. قسم يعني الرجاله ما ملخص تفتكرش الموضوع فيهم ان حد غير دارك آه. ستيت، ودارك ستيت اصلا فاكشن عبيط. يعني العيال اللي موجوده كلها حرفيا، العيال دي لسه صغيره قوي. وهم والفانيتي بروجكت اللي يعني فانيتي بروجكت دول هيتطور، العيال دي هتتطور، والعيال دي مستقبل حلو. العيال دي كلها عندها 21 و22 سنه، لسه عيال صغيره قوي وتقدر انت. ودول صناعه الدبليو دبليو اي، يعني دول هم اللي عاملينهم، دول اللي فعلا انت تقدر تستثمر فيهم. بس دول لسه ايه قدامك بتاع 5 6 سنين على ما العيال دي تبقى تشد حيلها. انما غير كده انت انكس تي دلوقتي، انت دخلت في نفق ما يعلم بالله ربنا. شون مايكلز قاعد بص مع كل كولاب بيحصل بيجيب جزمتين ويقعد يخبط على وشه وعلى دماغه من اللي بيحصل. يعني الله يكون في عونه، هو ما عندوش حاجة يعملها. يعني خلاصة الكلام ده عشان بس نختصر، لان هو خلاصة يعني الكلام العرض احنا الوحيد يا اللي كان باشا، ممكن، احنا العرض الوحيد اللي كان ممكن يتشاف بقى زيه زي باقي العروض بتاعت الدبليو دبليو بالظبط، ما يتشافش، خلاص بالظبط. خلص. انت دلوقتي انت دلوقتي يا معلم عندك باكلاش زي ما قلت لك. اتحدد حلقة الرول اللي فاتت اتحدد فيها 3 ماتشات، رومان وجيكوب واسكا واي سكاي. الماتش اللي كان المفروض يتلعب في راس المانيا اصلا واجلوه. والعداوه دي في الغالب مكمله معانا لحد سمر سلام، عشان اي سكاي ملهاش سيناريوهات تاني. والماتش التالت بتاع برون بريكر وسيد رولينز، ده اللي ممكن اقول عليه ده هيبقى ماتش كلاسيك لبرون بريكر. يعني سيز هيخليه يعمل ماتش حلو. بقى بين لا، سيز اللي هيشيل الماتش مش برون اللي هيشيل الماتش. هو السيس ماشي هيشيل الماتش، بس بقى بيني برضه انت مصمم. لسبب بسيط. الماتش ده هتلاقيه مش هيكمل ربع ساعة، لا وصدقني لا مش لا مش يعني هيحصل، يعني هيبقى ماتش عادي. بص يعني هو شفت ماتشات سيس وبرونسون حاجة شبه كده. بص لو العرض ده لو باكلاش قفل على 4 ماتشات اضمن لك ان الماتش هيبقى طويل. انما لو هو هو يا عم 5 ماتشات او يا ست عم ماتشات احنا صلى على رايحين في النبي. داهية. يا عم طب ما اليمينيشن شامبر كان 4 ماتشات وصباح الخير يعني. يا انت عم بتصدق ماشي، بس الكلام ده؟ ماتشات الشامبر كانت طويلة. انما ده طولت مين؟ ما العرض فيش ماتش ده، فيهم كم من نص ساعة حتى. بص لو ماتشات الشامبر كانت باكلاش، 20 دقيقة شقلب وقت. لو باكلاش فعلا الكارد قفل على 4 ماتشات، الماتشات هتبقى طويلة. انما الكارد لو 5 6 ماتشات، ما لا اعتقدش ان هو مفيش هيقفل بقى. على 4، هما دايما بيقفلوا العروض دي على 5 على الأقل. 5 ما هو أقل حاجة. لو خمسة طالما عرض مش، هيبقى ما في هو عندك بص على الأقل بص ماتشين تحت الربع ساعة. بص طالما في ما فيش ماتشات زي الرامبل او التشامبر او حتى ماني ان ذا بانك السنه اللي فاتت كان في 5. اي نعم الماتش دوم كان 3 دقايق، الهايلايتس بتاعته كانت قد الماتش، أيوه ده بس حقيقي. هو حسبناه يعني. انت فاهم، هو كانوا ضايفينه عشان الناس اصلا اتبضنت، يعني هم كانوا ضافوه عشان الناس قالت لك هو ايه يعني 4 ماتشات اصلا يعني. ما هم ضافوه كمان علشان كان لسه بقى تريبل ايه بقى، والناس لسه عايزين لا يعرفوه على وغير الناس كده عشان والكلام ده كله. العرض كان 4 ماتشات بس، الناس اللي انتوا مجانين، عرض ايه ده 4 ماتشات وما فيش حجه بقى اللي هو طب في رويال رامبل يا جدعان، ماتشات الرويال رامبل طويله، طب في اليمينيشن شامبر ماتشات اليمينيشن شامبر طويله، طب في ما اعرفش وور جيمز ماتشات الوور جيمز طويله، ما فيش بقى الحجج دي، فاهم؟ يعني فالعروض اللي بتبقى أتمنى عاديه في الور ديت، جيمز السنة دي يرجعوا لنا الشارك كيدجز تاني، بدل ما هم شالوها السنة اللي فاتت كان انا المنظر اتمنى ما يبقاش مقرف. في وور جيمز اصلا، انا اتخنقت من موضوع الوور جيمز ده اساسا.
انا كنت بحبها في انكس تي رجعونا يا عم بصراحه. ماتشات انا كنت بحبها في انكس ماتشات تي السرفايفر فشخ. سيريس العاديه. لا لا، ماتشات السرفايفر سيريس العاديه اصل في. خلي بالك برضو ماتشات الور جيمز دي الحاجه الوحيده اللي فيها اللي فيها اكستريم رولز في طول السنه. انت طول السنه ما يا بتشوفش ماتشات اكستريم اصلا كتير، يا انت عم اكستريم ايه؟ هتعدهم. هو ايه الاكستريم اصلا في الماتشات دي؟ ولا بيعملوا اي حاجه. والله يا يا ابني ابني الماتش يعني انا الماتش ايام ما بتاع السنه كنت اللي فاتت بشوف ده، الماتش بتاع السنه اللي فاتت ده كان انا ما شفتهوش، بس شفت منه كام لقطه لا كده. لا ده تقريبا من كان اسوأ الماتشات كان اللي اتلعبت السنه اللي فاتت اصلا. كان ماتش الستات ما يتشافش حرفيا. وماتش ولا بص، الرجال. هو عموما السرفايفر الور جيمز السنه اللي فاتت اول ما الناس لقت الستيج بتاع السرفايفر وما لقتش الشارك كيجز فهو خلاص ولا كانك عملت حاجه. انت يا فاهم؟ عم والله ما موضوع شارك هو كيتشز. الور جيمز انت لازم تحط لي شارك كيجز على الانترنس. بص تمام، بص وتحط بص لي التو رينجز جنب بعض وقفص عليهم من بره. انا لو ما شفتش كل العناصر دي موجوده فدي مش وور جيمز، ده بقى سميها انت اي حاجه. يعني ايه يا معلم في ماتش وور جيمز الاقي بتاع ده اصل عاملين بايرو لريا ريبلي والتيم بتاعها قاعد بيدعك جوه. طب انتوا عبط. ما فكرة الشاركيدجز في كده، انت بتعمل البايرو، بتعمل الانترو بتاعت كل مصارع وبعد كده يخشوا الشاركيدج ويطلعوا بقى، بيطلع يجري حرفيا عشان يلحق التيم بتاعه. انما انت لا، اصل انا عندي بايرو. اصل لا، الانترنس بتاعت يا ريال عم ريبلي معلش. اصل اي انا جي لي اتخنقت. اصل اي جي لي مش هتخش غير في اخر دقيقتين علشان بتاع ده تثبت بيكي وخلاص. انت فاهم؟ تخلي بيكي تستسلم وخلاص. اتمنى فعلا ان هم المهم يرجعوا الشاركيدجز تاني. واتمنى ان يبقى في عروض اكتر بره امريكا، لان العروض اللي بره امريكا بتبقى احلى بكتير من العروض اللي في امريكا. انا اتمنى ان المصارعه تتلغي، بس ما علينا يعني، هي كلها امنيات عادي. لو اتلغت يا يعني صاحبي مش المهم هنلاقي حاجة الخلاصه، نتكلم فيها في المصارعة. مش يعني دي اكتر حاجة احنا العرض بنحب بتاع نتكلم باكلاش فيها. ده ما هو هنتكلم في القديم. انا عايزك نعمل الحلقه الجايه نتكلم في حاجات قديمه بصراحه، ما لان هو انا ما كده عنديش استعداد اتكلم في الحاجات الجديده دي. ما هو كده كده الحلقة الجاية يا يعني صاحبي تشوف عرض، هتبقى. تشوف سنه، تشوف عرض، تشوف سنه قديمه ونقعد نتكلم فيها. انا ما عنديش مشكلة لان كده كده إيه؟ انت اصلا على احنا ما فيش حاجة نتكلم فيها غير باكلاش. انت فاهم؟ ما يعني هو لما خلاص كده. باكلاش بقى ان شاء يعني الله، انما الطريق لحد باكلاش احنا مفيش حاجه نتكلم فيها. انت خلاص، انت الاسبوع ده 70% من الاسبوع ده الكارد انت لاقي ايه حددته. مفيش حاجه تانية الاسبوع ده هتتعمل. انت لقيت ايه؟ لقيت حاجه تتكلم فيها، الناس اللي مشيت، الكولابس، مش عارف ايه. اه، بعد كده مش هتلاقي حاجه عارفه ما تتكلم انا فيها. بقول لك مفيش بقى لحد باكلاش مفيش حاجه ومفيش نتكلم فيها. حاجه. آه. هو اصلا كده كده عرض باك كلاش ده واضح ان هو ما يتشافش يعني من الاخر. بس ما علينا يعني. المهم خلاص كده قفلنا يعني الدنيا. اه يا صاحبي كده خلاص خلصنا الحلقه. هل انت ماشي. منتظر حاجه يعني من العرض ده، ولا يبقى من زيه زي باكلاش باقي مش العروض منتظر بتاع حاجه، لان اول عرض بعد راس المنيا كل واحد معاه تايتل، بيبقى اول تايتل ديفense وما بيكسبش. انت فاهم يعني؟ ما اللي بيطلع للتشالنجر قدامي ما بيكسبش. كده كده انا لسه كسبان في راس المنيا فانا مش هخسر في باكلاش. يا عم آه شانجر مين؟ ومين اصلا اللي هياخد الحزام دلوقتي من رومان؟ صباح الخير، انا عايز وما اقول لك. وما فيش قصص احنا رايحين رومان. بيها في حته. عموما احنا ما فيش حاجه احنا رايحين بيها في حته. انا مش شايف لحد دلوقتي لا ان احنا بدأنا اي حاجه. احنا كل اللي احنا استفدناه عرضين الرو وسماك داون اللي فاتوا دول هو بتاع ده كولابس بس. ما استفدناش حاجه تانية. الكولابس دول هتعمل بيهم ايه؟ هتمشي بيهم الطريق ازاي بقى لحد ما توصل راس المال اللي جاي؟ انا مع يعني احنا دوسنا ريستارت وبدأنا من اول وجديد. وانا مش عارف بقى احنا هنمشي ازاي بصراحه. ما مش شايف اي رؤيه ان باكلاش ده هيديني حاجه. ما هو الكولابس دولت هيبقى مصيرهم ايه؟ يا اما اصلا مش هيظهروا في العرض زيهم زي اخواتهم اه سولو والجماعه دي، سولو وكارميلو والجماعه دي، يا بالظبط. اما هيتحطوا في ماتش ستة على سلالم، يلا يا ابني على الحزام. بالظبط يا باشا. مفيش حاجه تانية بقى. اقول لك على حاجه. دول ماني ان ذا بانك اللي جايه دول اللي هيملوا بيها الماتش، هيعبوا بيها الماتش بتاع ماني ان ولا ذا حتى بانك. هيبقوا في ماني ان ذا بانك ده هيعبوا قابلني. بيها لا الماتش، لا لا هيعبوا بيها. انت لا عندك هنحط دلوقتي، انت اصلا دلوقتي احنا يعني لما جبنا سيره ماني ان ذا بانك انت شايف ان في حد في الروستر ده كله هياخد الشنطه؟ يعني احنا افتكرنا الرويال رامبل وافتكرنا الاليمينيشن اللي جاي. تمام. انما ماني ان ذا بانك اصلا انت في حد شايف ان هو اصلا هيوصل ليها؟
ما فيش غير دوم يا اسطى، الشخص الوحيد ما المقنع ان هو تتخيل يكسب. بقى ان اكتر حاجه انا كاره ان انا اتكلم عنه، اكتر حد انا كاره ان انا اتكلم عنه هو الوحيد اللي ينفع يشيل الشنطه دي السنه دي. هو انت لان هو متخيل احنا انسب فين؟ واحد. اه انت هو متخيل احنا تحس فين؟ ان الكونسيبت معمول عشان الناس اللي شبه دوم كده. ما هو يعني معروفه خلاص السنه دي ان الماني ان ذا بانك بتاعت الستات هي روكسان اللي هتاخدها. ماشي، دي احنا عارفينها خلاص من ماني ان ذا بانك اللي فاتت، واحنا عارفين ان هي رايحه لا، لروكسان. ممكن تروح لتشيلسي جرين يا اسطى. لا لا لا، مش هتروح لتشيلسي. تشيلسي في الغالب يعني انا اشوف ان تشيلسي ممكن يكسبوها رويال رامبل، بس مش هيدوها شنطه، مش هيدوها الماني ان ذا بانك. اشمعنى؟ بس هي لايق عليها الشنطه اكتر. لا لا لا، تشيلسي ما خلي بالك، تشيلسي مش الهيل برضو اللي انت تتوقع منها ان هي تعمل حاجه بالشنطه، هي عبيطه. انت فاهم؟ انت لو عايز تشيل حد الشنطه ويخسرها، تشيلها تشيلسي جرين. يا ابني، ما تلات ارباع الناس اللي شالوا الشنطه عبط. صباح الخير يا عم لا نص. لا لا يا انت نسيت ولا معلم. ايه تاريخ الشنطه؟ يا معلم، من تاريخ اول الشنطه داميان ما كانش حد بيصرفها دام وبيخسر. تمام، كان اول داميان واحد ميس كان سينا. داو داميان ميس داو وسينا، وبعد كده دخلنا عمك درون قال لك انا لو كسبت الشنطه هصرفها. ايوه، هو و... ماشي، ما هي الحاجات دي. والعبيط يا اسطى، والعبيط سيوري يا اسطى، ده صرفها على حساب اليونايتد ستيتس وخسر. اه هو في عبط من كده؟ ده هيتخلد في التاريخ اعبط كاش حصل في التاريخ. لا عبث بس يعني قمه لا العبث. بس تشيلسي اللي هو ليه ما بقى؟ تشيلش عشان شنطه رومان يا بصراحه. باشا. عشان رومان معاه الحزام مش هينفع نخسر رومان. طب لازم ايوه. لازم يقفل ال4 سنين. لا يعني انا مش شايف ان تشيلسي بصراحه هي اللي هتشيلها، يعني على الاقل مش السنه دي. ما يعني فيش انا حد. ان هم يخلوها تكسب اليمينيشن شامبر او تكسب رويال رامبل، بالنسبه لي يعني اتخيلها. بس ما اتخيلش ان هي السنه دي تكسب ماني ذا بانك بصراحه. بس هنشوف يا المشكله ان صاحبي. السنه دي الماني ان ذا بانك بعيد فشخ بعد سمر بعد سلام. سمر سلام احنا كده كده هنشوف يا صاحبي. ولسه عندنا حلقات جايه كتير وهنتكلم اكتر. ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي ونسجل حلقات جديده. واكون اخترت لك عرض حلو كده. تمام، انا هختار لك حاجه كده من اللي انت بتحبها من حاجات زمان. ونقعد نمسك فيه ماتش ايوه، ماتش ونتكلم عنه. ماشي. ايوه، اديني في زمان، احنا انا عندنا هديك في ماتيريال الزمان، كتير ما قوي زمان. تقلقش. حبيبي يا صاحبي. حبيبي. حبيبي يا اشوفك ناصر. الاسبوع الجاي ان شاء الله.